اللي ما جربش الطريقه دي يبقى فايته كتير قوي. اعملوها بطريقتي وعايزه اقول لكم والله هتكون طريقتكم المعتمده. نبدا كده على طول، بس يا ريت قبل ما نبدا ننزل في الكومنتات نصلي على الرسول اكسب اجر انا وانتم. معانا في الكبه هنضيف توم وفلفل حامي، وحلاوتها بقى انها تبقى فيها سنه سبايسي كده، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. معايا الباميه المفرزه، انا كنت مفرزاها معاكم، حطيتها في حله بالشكل ده وعليها شوربه، ويا ريت الشوربه تكون دسمه. خدنا جزء من التوم اللي احنا فرمناه ومعلقه كزبره جافه وهنرفعها على النار تستوي. عايزه اقول لكم التوم الني بيبقى ليه طعم والمتحمر ليه طعم تاني خالص، يعني ما تستغنوش عن خطوه التوم الني. لو عندك مفرك يبقى حلو قوي قوي، هتعمليها مكانها في الحله او تديها في الكبه ضربتين اتنين بس، ما تكتريش عن كده عشان تبقى خشنه شويه، مش عايزينها ناعمه خالص، بتعمل ماده كده لزجه بتبقاش حلوه. فحطيت لها كده في الكبه ضربتين وبعد كده هرجعها الحله تاني، يا دوب تاخد كده غلوه على النار بعد ما ضربتها كده في الكبه. وفي المرحله دي هنجهز معانا الطشه بتاعتنا. الطشه بقى عباره عن سمنه بلدي والثوم اللي احنا فرمناه، هنديله كده تحميره ياخد يا دوب اللون الاصفر، انزل عليه بمعلقه كزبره جافه. الكزبره مش بنضيفها من البدايه لانها بتمرر، بشوف ناس كتيره جدا لما بتدوق الثوم بتدوق معاه الكزبره، بتحطها كده معاه وتفرمهم مع بعض او حتى في الكبه، وده غلط جدا لانها طبعا بتمرر. انت بتحطيها بعد ما الثوم ياخد معاكي اللون الاصفر. غرفنا بقى طبق الباميه بتاعنا، ضفنا عليه الطشه كده على الوش في الطبق اللي احنا هنقدم فيه، وكلي احلى باميه صعيدي بجد، حلوه جدا جدا، عيش محمص ومخلل وبالف هنا وشوف على قلوبكم. وطبعا وقت التقديم وانت بتاكلي بتعصري ليمون، طبعا ما عصرتش ليمون بعصره وقت ما نيجي ناكل بس. ان شاء الله هتجربوها تعجبكم، واتمنى تشيروا الفيديو ده لكل حبايبكم.